السلام عليكم، اهلا وسهلا صحابتي الزوينات وميمات الغاليات وخوتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما يكون ناقصكم حتى خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد وغادي نشارك معكم حلوه ديال ناس زمان. ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلوه ديال الطابع. هنا بالنسبه لهاد الحلوه ديال المراشم كتجي زوينه، كتجي مقرمشه ديال الناس زمان، راكم عارفين شعبيه زوينه بزاف. غادي نحتاج 6 ديال البيضات، 2 كيسان ديال السنيده، 2 كيسان ديال الزيت، 2 خمارات، الزبده دايبه واحد 3 المعالق، ومعلقه صغيره ديال الفاني. الا ما عندكمش مسحوق الفاني ديروا ساشيه اولا حتى الجوج. هنا بالنسبه للطريقه ديال التحضير راكم عارفين طريقه سهله بسيطه ما فيهاش المارغرين نهائيا. غادي نحتاج هنا 5 ديال البيضات، وهذيك السته غادي ندير غير البيض ديالها، والصفر غادي نخليه هي باش غادي ندهن بها الحلوه ديالي في اخر لحظه. صراحه هاد الحلوه هادي كتعطي كميه كتيره بزاف، والمذاق هو الاروع. انا هاد المره هادي غادي نسمها غير بالفاني، يمكن لكم نتوما تنسموها بالقشور ديال الليمون، بالقشور ديال الحامض، ديروا فيها مثلا نسكافيه، معلقه ديال نسكافيه، تذوبوها في شويه ديال الماء وت... وتديروها حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. اخر حاجه مثلا تقسموا العجينه ديالكم، ديروا هاد العجينه هادي وتقسموها، وكل شويه مثلا تنسموها، هذه بالحامض، هذه بالليمون، هذه بالقهوه، وديروا فيها الفيرميسيل، كتجي منمشه بداك الفيرميسيل. صراحه لكم الاختيار، كتجي مذاق رائع وكتجي مقرمشه وبنينه. واحد البنه، نقول لكم البنه ديال زمان صراحه، والله ما قالوا حتى حلوه زمان، راه حلوه زمان. صافي هنا كنخدم هذاك الفاني مع البيض مع السنيده مزيان حتى كذوب ليا. هذا غادي نزيد عليها الزيت، نزيد عليها الزبده، واحد 3 المعالق حتى جوج ولا 3 ديال الزبده تكون دايبه، وقبيصه ديال الملح من طبيعه الحال، الملح اللي كتساوي لينا هكا، كتعادل لنا الحلاوه. صافي الدقيق حسب الخليط، وجوج خمارات. غادي نخدم هاد الحليوه ديالي مزيان حتى نجمع العجينه ديالي ان شاء الله، ونرجع معكم باش نشكلوها المراشم. بالنسبه للمراشم غادي تشوفوا معايا في لا فيديو، انا خديت هذوك المراشم اللي معروفين، الباكيه ديال 5 دراهم. هذوك هي باش هذيك هي باش كيطبعوا بها هاد العجينه هادي اولا هاد الحلوه هادي. يا الزينة ديري لاتاي ومن القبصة البراد. يا الزينة ريفين الواد وجيبين على جديد. يا الزينة عينيك كبار يدخلوا المحنة للدار. يا الزينة قولي لي واه ولا لا ولا قطعي لي الياس. يا الزينة مالش عليك لا خرطوني. البنات هنا بالنسبه للزيت ما تحاولوش انكم تكبوه دفعه واحده، لا ديروه هكا على دفعات بشويه بشويه. عندنا 2 كيسان ديال الزيت، ما يعادل زلافه ديال الزيت، يعني ما تكبوهاش دقه واحده، بقاو تكبوا بشويه بشويه. كل ما كبيتو بشويه بقاو تخلطوا مزيان مع دوك العناصر، عاد كبوا داك الشيء الاخر، يعني ما تكبوش دقه واحده، غادي يجيكم صعيب باش تدخلوه مع السنيده والبيض. صافي ملي كتدخلوا الزيت مزيان، شوفوا الخليط كيفاش كيولي، يعني البيض ما كيبقاش صفر، كنبقاو نخلطو مزيان حتى كيولي بيض شويه. انا خدمته غير بيدين، نتوما يمكن لكم تخدموه هكا بالباطر، اللي بغيتو تخدموه داك الطراب اليدوي. غادي نزيد هنا 2 خمارات حمرين صافي. وكيف قلت لكم الدقيق حسب الخليط تكون من نوعيه جيده باش تجيكم الحلوه زوينه، من الاحسن ديروا نوعيه جيده. صافي هنا غنبدا نزيد بشويه بشويه، وقد ما يعني فيما الدقيق ندخلوه هو الاول بشويه، عاد نزيد الكميه الثانيه. هنا غادي ندخل هذا الشيء هذا كله، نخدمو مزيان، عاد نزيد الدقيق. وديما الدقيق ما ديروهش دقه واحده، خدموه بشويه بشويه باش هكا ما تجيكمش العجينه ديالكم قاصحه والحلوه. يعني الا جاتكم العجينه قاصحه راه الحلوه ما غاديش تجيكم زوينه، غتجيكم مدقصه ومنفوخه بزاف. صافي هنا شوفوا العجينه ملي شكلتها، غادي نحاول نقسمها هكا، يكونوا هكا واحد 3 ديال الكرات. صافي وغادي ندير ليها السلوفان اولا هكا ميكا، وغطيوها ضروري غطيوها هكا باش ما تقرمش لكم العجينه من الفوق وتخسر ليكم. وانتوما هكا الا قسمتوها وبغيتو تنسموها، فيمكن لكم الاختيار كيف قلت لكم في الاول، نسموها غادي تجيكم زوينه. صافي هنايا خديت البابي سورفيزي اولا ورق الزبده، وغادي نحاول نسرح فيه هكا فوق العجينه باش هكا ما تلصقش ليا فوق هكا سطح العامل.
وتجيني الخدمه نقيه ومقاده. صافي هنا السمك ديالها ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه عاوتاني بزاف، يعني القياس. وغادي ناخذ هنايا المراشم كيف شفتوا، هادو هما المراشم. هاد المراشم كلهم باكيه كامله كتباع ب5 دراهم. من غير هذاك الفيل وداك النونوغس ما غاديش نخدموا به، هذوك بطبيعه الحال ديال الوليدات الصغار. غادي نحاول اني ما نخدمش بهم، نخدم غير بهذوك المراشم اللي معروفين عاديين. يا الزينة ديري لا تاي ومن القبصة البراد. يا الزينة ريفين الواد وجيبين على جديد. يا الزينة عينيك كبار يدخلوا المحنة للدار. يا الزينة قوليلي واه ولا لا ولا قطعيلي الياس. يا الزينة مالش عليك لا خرطوني عينيك. يا الزينة قوليلي واه ولا لا ولا قطعيلي الياس. كيراني ولا مهموم سبابك حالة العيون. صافي هنا المهم هنا باش ما تقولوش ما كثرت عليكم الموسيقى. هنا كنحاول باش ما نبقاش نهضر بزاف في لا فيديو، كنحاول لكم شويه موسيقى شويه كنهضر معكم باش ما يجيكمش هكا الملل في لا فيديو. صافي هنا كيف شفتوا درت الصف دائري، الصف ديال القليب، وغنبقى كل صف غندير فيها كشكيل باش تجيني الحلوه متساويه في العدد ديالها، ما تجينيش مثلا هذا القليب فيه بزاف والدائري فيه شويه، فهمتوا؟ يعني هاد لي بات اللي بقاو ليا كاملين غندير لهم على هاد كيف قلت لكم غادي نرشمهم على هذا الشكل هذا باش يجيني كل شكل يجيني فيه نفس الكونتيتي. وان شاء الله دابا غادي نبقى نشارك معكم غير الحلويات ديال العيد، وراكم عارفين مورا العيد ضروري كيكون تخمال كيكون روتينات. ان شاء الله غادي نحاول اني ما نبقاش نخبر عليكم، غادي نشارك معكم ضروري الروتين ديال التخمال الكوزينه. راكم عارفين مورا رمضان ان شاء الله كتكون تخملت الكوزينه سيجور بزاف ديال الحوايج. ولكن اليوم صراحه خملت بيت النعاس اصلا، مابقيتش كنشارك معكم يعني التخمه ديال بيت النعاس وداك الشيء. قلت نحيدو عليا اصلا ما مصورهاش غادي نحيدو عليا، حيدتو عليا. صافي تهنيت منه، يعني بقات لي غير الكوزينه والسيجور. ان شاء الله مورا العيد نشارك معكم روتينات تحفيزيه باذن الله تعالى، وما خاطيناش شي علاش لا. ونرجعوا للوصفات ديال الغدا ان شاء الله والوصفات ديال الكوتي باذن الله تعالى. ما تنساونيش غير من اللايكات ديالكم احبابي، التعليقات ديالكم الزوينه، حفزوني علاش لا. القناه طاحت شويه هاد الايام هادي، عفاكم الله ييسر لكم ان شاء الله في هاد العواشر. ما تنساونيش غير من لي لايك ديالكم والتعليق ديالكم باش لا فيديو ديالنا اولا القناه ديالنا طلعت بزاف ديال الناس وتشاف وتعمل فائده علاش لا. هنا غادي نرجعوا لهذيك الصفر بيضاء اللي خلينا في الاول، غادي نزيدوا فيه ساشيه ديال الفاني باش ما تجيناش زفوريه عزكم الله في الحلوه، اولا ملي نبغيو نعضوا الحلوه ديالنا ما تجيناش فيها زفوريه. غادي ملي كنخلط مزيان غادي ندهن الحليوه ديالي داك الوجه ديالها كامل بهذيك صفر بيضاء وفانيا، وغادي نرش عليها البافو، ترشوا عليها الزنجلان، ترشوا عليها اي نوع من الزرارع متوفر عندكم نتوما، لكم الاختيار. انا هنا غادي ندير الكوك وغادي ندير الزنجلان وواحد النص الاخر في اخر طيب ليا الحلوه عادي غادي نزينها بواحد الزين بالشوكولات. المهم غادي تشوفوا معايا في اخر الفيديو. بالنسبه للطياب ديالها انا طيبتها في فران ديال الغاز، حطيتها هي الفوق والعافيه من تحتها تكون مهيله باش غير تذهب لينا ما تحركش وما تحمرش عاوتاني ديك التحميره اللي كتجي خايبه في المنظر. تجيكم تحميره زوينه لانه راه مدهونه بالصفر ديال البيض، فراه دغيا غادي تشد لكم اللون. وكيف قلت لكم هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه اولا حلوه المراشم اولا الطوابع. كتجي على هذا الشكل هذا. هادو درت فيهم الزنجلان والكوك، وهادو تا هما درت فيهم الكوك. اللي لتحت يمكن لكم تخليهم غير عاديين هكا بالصفر بيضاء، راه كتجي حتى المذاق حتى الشكل ديالهم كيجيو زوين. صافي هادو اللي لتحت هما راه زينتهم بالشوكولا الفيرميسيل الوريقات ديال الورد او الفيرميسيل دوغي، راه كيجيو زوينين بزاف. وممكن لكم تحتفظوا بها في المجمد، راه كتبقى مده طويله. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، يكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وعواشركم مبروكه باش ميتو ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر بزيد رزق يا ربي بكل ما كتمناو ان شاء الله. حبابي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. تهلاو في ريوسكم وبسلامه عليكم. نتلاقاو غدا مع فيديو جديد ان شاء الله.
يا الزينة ديري لا تاي ومن القبصة البراد. يا الزينة وريفي للواد وجيبي نعنع جديد. يا الزينة عينيك كبار يدخلوا المحنة للدار. يا الزينة قوليلي واه ولا لا ولا قطعيلي لياس. يا الزينة مانيش